المحشي ما يحلاش غير في الشتاء. انا من عشاق المحشي في الشتاء، مفضلوش قوي في الصيف. رحته بس كده وهو على النار بتدفي البيت. هنحضر مع بعض المحشي النهارده بتسبيكه حلوه قوي. هنعمل خلطه المحشي بطريقه حلوه جدا من غير لحمه، ومن غير كمان ما نسقيه اي نوع مرقه، وهيطلع طعمه وريحته تجنن. على النار 3 معالق من الزيت، وهضيف عليهم بصل. تقدروا تضيفوا بصل مبشور، تقطعوه مكعبات صغيرة. انا هنا ضربته في الكبة، وفرمت معاه كمان قطعة من اللي هي الضاني، اللي هو دهن الخروف. المحشي بيحب البصل كتير شوية، بيديله طعم حلو، ويا سلام لو بصل ابيض يكون احلى كمان، وبيدي تسكيرة حلوة قوي للمحشي. هنا استعملت حوالي 3 بصلات كبار، بشرتهم في الكبة ومعاهم اللي هي الضاني. تمام كده. ضفت عليهم رشة بسيطة جدا من الملح، وهنا بدبل البصل بس ما بحمروش نهائي، بيفرق جدا في طعم المحشي. جربوه كده. وكمان ضيفوا عليه معلقه كبيره من الثوم المفروم. ضفت هنا معلقه كبيره من الثوم، بتفرق قوي في طعم المحشي وبتدي طعم حلو جدا. اللي ما بيعملش المحشي بالثوم جربوه ان شاء الله هيعجبكم. كمان ضفت قطعه كده من الفلفل السبايسي، قطعته مكعبات صغيره وضفته عليهم. التوابل اللي معايا بسيطه قوي: كمون، كزبره، فلفل اسود، ومعلقه صغيره من السبع بهارات لو موجود، مش اكتر من كده. هقلب التوابل مع البصل والثوم والفلفل شوية، وبعد كده هضيف عليها حوالي 2 ل3 كبار من معجون الطماطم او صلصة الطماطم. تقدروا كمان تستغنوا عنهم وتكتفوا بعصير الطماطم الفريش، بس لو موجودة بتدي لون حلو قوي لتسبيكة المحشي. هشوحها كويس جدا مع الكلام ده، وبعد كده هضيف عصير الطماطم. وهنا انا ما بصفيش عصير الطماطم للمحشي. هضيف كمية حلوة من عصير الطماطم. انا بحب تسبيكة المحشي يكون لونها احمر حلو. بعد ما ضفنا عصير الطماطم الكمية كلها، هنا تقريبا 2 دورق من دورق الخلاط، عملت يعني مرتين، وضفتهم على البصل والكلام ده كله. كمان ضفت له الملح بتاعه، وكمان تقدروا تضيفوا معلقة صغيرة من السكر عشان تعادل حموضة الطماطم. بعد ما تتسبك معايا، طبعا بعد ما غطيتها وسبتها على النار تتسبك براحتها، بنعرف ان هي اتسبكت ازاي. مبقاش فيها اي ميه كده بتتقل، وبتنطر الايدام بتاعها على الوش، يعني السوائل بتاعها الدهون اللي احنا حطيناها سواء زيت او سمنه بتطلع على الوش. هنبردها كويس جدا، وعلى ما تبرد التسبيكه اللي حضرناها نكون حضرنا الرز، غسلناه كويس وصفيناه كويس جدا من الميه. كمان الخضره بنغسلها ونصفيها كويس جدا جدا من الميه ونقطعها. الخضره اللي معايا بقدونس وكزبره خضراء وكمان شبت. ضفت هنا كل كمية الخضرة اللي انا جهزتها. انا بحب خضرة المحشي تكون كتير، بتدي طعم حلو قوي. هضيف بقى شوية من التسبيكة بس بعد ما خدت منهم معلقتين كبار وركنتهم على جنب. هضيف نص التسبيكة، وبعد كده هضيف الباقي. ما تتسرعوش وتضيفوها كلها، ممكن تكون زيادة فتشيلوا الباقي في الفريزر. بس هنا ما شاء الله كانت على القد بالظبط، عشان تديني اللون الاحمر الحلو كده لتسبيكة المحشي. انا بحب لونها يكون احمر واضح، ما تكونش لونها فقير يعني. بعد ما قلبناهم كويس هضيف معلقه صغيره من النعناع الناشف النعناع المجفف. فرقتها كده بايدي وضفتها على الكلام ده كله، وهقلبها كويس. وطبعا هنظبط الملح بعد ما نجهز الخلطه. تمام كده. هجيب الحله اللي انا حضرت فيها التسبيكه. انا دايما بحب اعمل التسبيكه في الحله اللي هسوي فيها المحشي. ضفت فيها معلقه واحده بس من الزيت، وهبتدي هرص كده في قاع الحله ترانشات من الطماطم والبصل، بيدوا تسكيره حلوه قوي للمحشي. بعد ما هرصهم كويس، عروق ورق الكرنب انا كنت مقطعاه ومجهزاه، فالعروق دي انا ببتدي ارصها كمان في قاع الحله. تقدروا ترصوها وهي صحيحه كده زي ما انا عملت، او تقطعوها زي ما تحبوا، بس انا بفضل ان انا ارصها كده سليمه، علشان بعد كده تكون سهل عليا ان انا اشيلها، تكون واضحه يعني كده. تمام قوي. هبتدي الف المحشي بتاعي. هنا الكرنب بتاعي كنت مجهزاه من قبلها بيوم، يعني سلقته وقطعته وشلته في مصفى كده على رف التلاجة، فجهز معايا. لو الكرنب فيه ورق اخضر زي كده هنحشيه في الاول. هاخد الورق الاخضر وابتدي احشيه وارصه في قاع الحل. لما نيجي نحشي ورق الكرنب بنخلي الجزء الناعم بره، زي ورق العنب بالظبط.
الجزء الخشن بنخليه جوه والناحيه الناعمه بتكون لبره. وما بنكترش الرز في المحشي علشان تطلع الصوابع كده شكلها حلو ورفيعه زي ما عملناها، لان طبعا الرز لما بيستوي حجمه بيزيد شويه، فعلشان الورق ما يتقطعش مننا وتطلع كده الصوابع سليمه وشكلها حلو وقد بعضها. هبتدي ارص اول طبقه من المحشي، وبعد كده لو عندكم فلفل اخضر وبتحبوه هو محشي يكون حلو قوي، وكمان بيدي ريحه حلوه قوي مع المحشي. انا هنا هحشي كام واحده كده واحطهم بعد ما ارص اول طبقه من ورق الكرنب اهو. هبتدي احشي كام واحده من الفلفل، ونخلي بالنا ما نملهاش للاخر قوي علشان ما تفرقعش بعد ما تستوي او الرز يخرج بره، لان طبعا الرز حجمه هيزيد، فبحشيها وبسيب حوالي عقله ونص فاضيه. تمام كده. هحشي كام واحده يعني تقريبا بيكونوا في نص الحله. عاوزين بقى تحطوهم على الوش في الاول خالص في اول طبقه زي ما تحبوا، بس انا بحبهم دايما في نص الحله زي كده. خلصت كده كل الفلفل اللي هحشيه تقريبا 5 وحدات، وكملت حشو الكرنب اللي معايا لحد ما خلصت الحله. معايا بقى ميه سخنتها كويس جدا على النار، ميه مغليه، ضفت عليها معلقتين تسبيكه المحشي اللي شلناهم على جنب. تمام كده. وقلبتهم كويس وظبطت الملح بتاعه. ونخلي بالنا ما نحدقهاش قوي عشان احنا مظبطين الملح بتاع الحشو خلطه المحشي. وهبتدي اضيف كده شويه شويه بالراحه، ما نستعجلش ونضيفها كلها مره واحده عشان ما تجيش كتير والرز بتاع المحشي يكون معجن كده جوه الصباع. بضيفها شويه شويه على ظهر معلقه علشان الصوابع ما تفكش مننا، وهز الحله لحد ما اشوف الكميه المظبوطه اللي هي محتاجاها. كده خلاص بيكون اخر طبقه من المحشي، اخر صباع نصه في متغطي من تسقيه المحشي والنص التاني مكشوف، واغطيه بطبق واسيبه على نار عاليه لحد ما يتشرب كل السوائل دي. وبعد كده بشيل الطبق ده واسيبه على النار، يعني على نار هاديه لحد ما يكمل السوا بتاعه. طبعا بنختبره يكون الرز مستوي كويس وكمان الورق مستوي كويس وبتقطع معانا بسهوله. وبس كده. وتقدروا تضيفوا كمان على الوش معلقه من السمنه البلدي لو حابين، بتدي ريحه حلوه قوي للمحشي وطعم حلو كمان. يا رب تكون طريقتي في المحشي عجبتكم وتجربوها. استنى رايكم في الكومنتات، ما تنسونيش بلايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.